السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا. النهارده هنعمل مع بعض القراقيش الوسط، اللي هي قوام ناعم ولا هو خشن، قوام صح وطعم جميل. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. احنا هنا عاملين كمية كبيرة، فهكتب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف، وهو بيبقى سهم اسفل الفيديو. طبعا اول مكون معانا الدقيق، وانا هنا مستخدم دقيق علامة الدرجة الاولى اللي هو دقيق القمح او الغلة او الدقيق الفلاحي، وده ما بيشربش سمنة كتير غيره عن بقية الانواع اللي موجودة في السوق زي دقيق الزيرو والدقيق الفاخر اللي بيبقى متوفر في بعض المناطق، وما بيشربش سمنة كتير وما بيشربش برضو لبن كتير، يعني درجة استيعابه للسوائل والدهون مش كتير. طبعا بتختلف طبعا زي ما قلت لكم من نوع للتاني، زي دي الزيرو او الفاخر الموجود برضو في بعض المناطق بياخد سمنه زياده شويه ولبن زياده شويه. طبعا هنحط ذره ملح علشان تعزز النكهه. طبعا اللبن اللي معايا حوالي كيلو ونص الا 500 جرام او كيلو و450 جرام، يعني الا نص كوبايه لبن. وطبعا بناخد منهم حبه شويه صغيرين كده، ندوب فيهم من اللبن، ندوب فيهم سكر حوالي ربع كيلو سكر ومعلقتين كبار خميره بيره والفانيليا، وممكن ندوب فيهم كمان روايح الكحك، وعندي معلقتين كبار نفاش الكحك او المحلب، وثلاث معالق كبار سمسم متحمص وسمنه بلدي مقدوحه قبل كده، وقبل ما استخدمناها سخناها شويه وضفناها على الدقيق. وطبعا زي ما انتم عارفين ان السمنه المقدوحه بتبقى تقيله شويه على المعده، فعملناها بالطريقه دي، قدحناها وبعدين سيبناها، وبعدين قبل الاستخدام سخناها شويه او فكيناها من بعضها شويه. طبعا السمنه المقدوحه بتخلي الكحك يقعد معاكي فتره طويله، يعني بيعيش معاكي فتره طويله، وطبعا احنا عاملين كميه كبيره فلازم يعيش معاكي يعني ايه فتره طويله، وطبعا على حسب برضو استخدامك ومحافظتك على الحاجه. طبعا هنا بنبست الكحك زي ما انتم شايفين كده بالسمنه كويس، ودي طريقه يعني طريقه مهمه جدا في عمل الكحك، انك تبستي الكحك بالسمنه كويس. طبعا زي ما انتم شايفين قوام الدقيق بتاعنا اما بستناه بالسمنه قوامه مكتل زي ما انتم شايفين كده وناعم، وده القوام الوسط للقراقيش، بيبقى مكتل كده وناعم زي ما انتم شايفين كده، بيبقى عامل كتل ناعمه كده، بتمسكيها في ايدك تلاقيها كتل ناعمه كده. طب لو مثلا قراقيش خشنه بتلاقي ان دي مفروض بالسمنه، بس برضو ما تيجي تمسكي دي ما بيتفرج بعد ما تبسيه خالص بالسمنه بتلاقيه مفرول كده في ايدك، يعني بيكون اقل نعومه وما تيجي تمسكيه يفرول كده من ايدك، ما بيكونش مكتل او مكتل ناعم زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى بنحط اللبن زي ما انتم شايفين وبنحط فيه المكونات بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين كده معانا، ونبدا ان احنا ايه نعجن بقى. هنا استخدمنا صحيح سمنة حوالي 3 كيلو الا ربع سمنة على 6 كيلو ونص دقيق، يعني المقادير بتاعتنا كانت 6 كيلو ونص دقيق، كيلو 450 جرام لبن، وطبعا على حسب الدقيق بتاعك ما بياخد، ومستخدمين روايح كحك، وحوالي 2 معلقة كبيرة من نفاش الكحك و3 معلقة كبار سمسم متحمص. وطبعا السمسم المتحمص بنضيفه امتى؟ بعد ما بنبس السمنة بالدقيق نبسهم كويس وبعدين نحط السمسم المتحمص. والسمنة البلدي قلنا ان احنا مستخدمين حوالي 3 كيلو الا ربع سمنة بلدي. والفانيليا طبعا حوالي كيسين فانيليا، ممكن تستبدلي نفاش الكحك ده بالبيكنج باودر عادي. طبعا هنا بقى بنحط طبعا الدقيق واحدة بواحدة كده علشان نقدر ان احنا نتحكم في قوام العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، نحط ونعجن. عايزين عجينة قوامها ناعم وما تكونش مشققة مننا، يعني نجربها كده زي ما انتوا تبرميها كده في ايديك، تجربيها علشان توصلي للقوام الصح للقراقيش بتاعتك. طبعا اما الناس الكبيرة بقى يعني بتخلص العجين بتاع الكحك، بتقول ايه؟ بتقول عجينتك سكرة من دقك يشكرك، يا عجين الاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. دي بتبقى كلمه شهيره جدا عند الناس الكبيره، حماتي طبعا بتقولها بعد ايه؟ بعد ربنا يديها الصحه يعني ويدي الصحه، بعد ما بنخلص العجين في اي حاجه، يعني عجين بقى قراص، عجين كحك، عجين حاجات من دي، بتقول الكلام الجميل اللي هما بيقولوه ده.
نعجن بقى من كل الاتجاهات زي ما انتم شايفين كده، ونلم العجينه على بعضها ونعجنها ونلتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا قوام العجينه ناعم زي ما انتم شايفين، بنغرس فيها ايدينا اهيت. بس كده بقى هنلم العجينه وناخد حته منها ونبرمها كده ايه على الوش. برضو الناس كانوا بتوع زمان بيعملوها كده ما شاء الله، هي بتتبرم اهيت ومش مشققه ولا حاجه خالص، والعجينه قوامها جميل. طيب هنيجي بقى ايه، طبعا مش هنسيب العجينه طبعا فتره طويله، ده هو بس عبال ما تحضري السيجون بتاعتك والحاجات بتاعتك هتشتغلي فيها على طول، مش هتساب تخمر ولا اي حاجه طبعا، بتساب بس ترتاح حوالي 10 دقايق ولا حاجه عبال ما تحضري حاجتك وصجانك والصواني. وطبعا احسن حاجه لخبيز الكحك هي السيجون الالومنيوم، لانها بتوزع الحراره كويس جدا وبتخليها تاخد لون من جميع الاتجاهات. طبعا احنا هنا بنقطع العجين زي ما انتم شايفين كده، قطع يعني متقاربه من بعضها، صغيره كده، بتبقى متقاربه من بعضها في الحجم، وبتبرميها زي ما انت شايفه كده، وبتقفليها من الطرفين الاتنين على بعض زي ما انتم شايفين. هنا انا عملت هنا كام واحده اهيت، وطبعا بنرصهم بقى على الصواني زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بعد كده اما يجي قبل ما يخشوا الفرن طبعا بيترصوا في الصاجون بتاعه الفرن الالومنيوم زي ما احنا قلنا، احسن حاجه ليها. نبرم كده ونلف اخر الطرفين مع بعض، طبعا بيبقى سهل جدا، ويعني بيتعمل بسرعه يعني وسهل جدا. طبعا احنا زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الكميه كبيره. وطبعا بقى ايه، ما تيجي تدخليه الفرن، بيدخل الفرن طبعا على درجة حرارة منخفضة. لا الفرن البلدي بندخله بقى في الفرن البلدي على درجة حرارة منخفضة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بنضير الصاج في الفرن عشان ياخد لون من جميع الاتجاهات زي ما انتم شايفين كده. طيب مثلا لو انا ما عنديش فرن بلدي وعندي مثلا الفرن اللي في البيت اللي هو بتاع البوتاجاز، لو في مروحة مش هتشغلي الشواية، هتشغلي المروحة توزع الحرارة في كل الفرن وهيحمر الوش ومن تحت. اما بس لو مفيهوش مروحة طبعا هتفتحي الشواية في الاخر خالص عشان ياخد لون بس من فوق، او تفتحي الشواية وتحت مع بعض على درجة حرارة 180. وطبعا الكحك ما بيطلع بيتساب يبرد شوية، وبعدين بيتعبى ويتغطى كويس جدا علشان مفيش اي حاجة تيجي عليه تخليه يدود منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.